اللجنة دي بقى كلها هتعمل ايه؟ تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أخيرا بدأ يبقى في توجه من الدولة بالنسبة لموضوع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي احنا زي ما بنقولها بينا وبين بعض سيارات المعاقين. طبعا كلنا عارفين إن عربيات المعاقين دي خدمة بتقدمها الدولة للناس اللي عندها إعاقة، سواء إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة بتخليهم ما يقدروش ينتجوا في المجتمع زي الشخص الطبيعي. وللأسف في بعض من الناس كانوا بيستغلوا الموضوع ده استغلال غلط، إن هم كانوا بياخدوا الجوابات وكانوا بيبيعوها لأشخاص تانية، يجيبوا العربيات ويسلموا العربيات دي لأشخاص تانية، يستوردوا باسمهم العربيات وبتاع وبيمشوا بيها. من فترة كده سمعنا اهتمام رئيس الوزراء بالموضوع ده بالذات، وخصوصا طبعا بعد ما حصل لنا معانا مشكلة في الدولار أو أزمة في الدولار في مصر. خلينا ندور على أكتر الحاجات اللي ممكن تساعدنا إن احنا نوفر دولار أو نوجه الدولار بتاعنا في الاتجاه الصح. ومن ضمن الحاجات دي إن احنا نفتح الملف بتاع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة. فعلا الدولة بقالها فترة موقفة استيراد العربيات ذوي الاحتياجات الخاصة بالذات، والعربيات موجودة في المواني بشكل كبير لغاية لما تدرس الملف وتشوف هتعمل فيه ايه. في كلام كتير كنا عمالين نسمعه ان هم هيفرضوا ضرايب، ان هم هيبحثوا، ان هم هيعملوا. النهارده نزل اول قرار من وزارة المالية بالنسبة للموضوع ده، هتعمل ايه في الملف ده الفترة اللي جاية. هنقرا مع بعض القرار كده ونحلله مع بعض. احنا هنا بنقول قرار وزير المالية رقم 334 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون كذا لسنة كذا في شأن الاستيراد والتصدير واللائحة التنفيذية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم كذا ولائحته التنفيذية وعلى قانون الجمارك. قرر تخش على القرار على طول. تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارات المالية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاستثمار والتجارة الداخلية وفقا للآتي. أسامي ناس كتير، نشوف هيعملوا إيه بقى الناس دي كلها. يتم تحديد عضو وزارة الداخلية في اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بمعرفة السيد اللواء مدير الإدارة العامة للمكتب الفني للسيد اللواء وزير الداخلية. اللجنة دي بقى كلها هتعمل إيه؟ تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذو الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذو الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعلنة من أجله. يعني إيه؟ يعني اللجنة دي هتتشكل وهيفحصوا كل لجنة في كل محافظة، وهتشوف أنت مثلا بقالنا تفتح ملف العربيات ذو الإعاقات من 3 سنين، روح المرور يجيبوا الملف، كل العربيات اللي اترخصت هات 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 هات، هيجيبوا اسم العربية وصاحب العربية. تمام. وفي لجان هتروح تزور الناس دي في المنزل عندها عشان تشوف العربيات دي فعلا موجودة عندهم تحت البيت، مش موجودة حد تاني بيتحرك بيها، موجودة في محافظة تانية أصلا ولا لأ. نكمل القرار. ولا في سبيل إنجاز مهمها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة. اللجنة دي هتبقى منسقة مع الداخلية أو مع الناس اللي بتنفذ القانون في كل محافظة. وتجتمع تلك اللجان بمقر مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة. اللجان دي هتجتمع في مقر مديريات التضامن الاجتماعي. على اللجان على المنصوص عليها بالمادة الأولى الانتهاء من عملها خلال 3 شهور كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافقة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها عن المصلحة، إعداد تقرير مجمع بنتائج التي توصلت إليها اللجنة الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية تمهيدا للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء. طيب كده أنا خلصت القرار. ملخص الكلام ده بقى كله ايه؟ في لجنه، اللجنه دي هتتشكل من كذا عضو هيفحصوا ملف السيارات ذوي الاحتياجات الخاصه اللي مفرج عنها اخر 3 سنين. هيفحصوا الملفات دي، واللي انا شفناه كمان هيعملوا زيارات ميدانيه للناس عشان يتاكدوا اذا كان هم بيستخدموا السيارات دي ولا لا، او موجوده اصلا في حيازتهم ولا لا. وبناء على كده اللجنه هتعمل تقرير، هترفع التقرير كله لرئاسه مجلس الوزراء. انا شايف الفتره اللي جايه بقى، الفتره اللي جايه انت دلوقتي رايح تجيب عربيه، زمان كنا بنشوف على النت دلوقتي عربيات كتير يقول لك عربيه
فاضل سنه وتفك حظر، فاضل سنتين وتفك حظر، فات من الحظر 6 شهور، فات من الحظر سنه. نصيحه مني ما تشتريش اي عربيه معاقين الفتره دي خالص خالص. انسى دلوقتي عربيات ذوي الاحتياجات الخاصه لغايه لما نشوف هتستقر على ايه. انت ممكن تشتري العربيه وبعد ما تشتري العربيه تلاقي نفسك بتدفع جماركها كلها عشان خاطر تعرف ترخصها، واللي انت اشتريت منه العربيه يقول لك انا ما اعرفكش. فالفتره اللي جايه دي، الفتره اللي جايه طبعا الموضوع كبر وفي لجان وهيتبص فيه وبتاع، احنا نبعد خالص عن السيارات بتاعت المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه. اي حد جايب عربيه جواب او جايب عربيه وراكنها عنده تحت البيت، المفروض هتعمل ايه؟ المفروض ترجع العربيه تاني تركنها تحت البيت اللي انت واخد جايب من عنده الجواب. اللجنه تثبت اذا كان بيعرف يسوق ولا لا. افرض هو مثلا ما بيعرفش يسوق، افرض لقيت ان ابوه مثلا هو عنده اعاقه حركيه وكل العيله عنده الدرجه الاولى ما عندهمش رخص سواقه اصلا، والناس كلها سالوا وعملوا تحريات اكتشفوا ان العربيه دي لسه جايه ومحدش يعرفها. فطبعا موضوع مهتم بيه مجلس الوزراء، وطبعا موضوع الدوله عايزه تحط له حد. انت حافظ على فلوسك وابعد خالص عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصه الفتره اللي جايه. بس ده كان كل حاجه حابب اشاركها معاكم النهارده بالنسبه للقرارات اللي نزلت، وان شاء الله لو في اي جديد هتلاقيني ببلغكم بيه. متنساش تدوس لايك، تعمل اشتراك في القناه، تبص على الفيديوهات اللي فاتت اكيد هتلاقي في حاجه تفيدك، وهشوفكم في فيديو جاي. معاكم مؤمن سيد، سلام.